حبايب قلبي سنه اولى اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله يا حبايب قلبي بنشرح مع بعض الدرس الاول بعنوان الموقع والكشوف الجغرافيه. طبعا يا حبيب قلبي قبل ما نبدا كده، هات المصدر بتاعك اللي بتذاكر منه والورقه والقلم بتوعك، كوبايه الشاي اللذيذه، ويلا بينا نبدا. يلا بينا. طب الدرس الاول يا حبيب قلبي بيتكلم عن حاجه اسمها قاره افريقيا، بنتكلم عن حاجه اسمها الموقع والكشوف الجغرافيه. طيب هو المنهج بتاعنا بيتكلم عن ايه اصلا؟ قال لك المنهج بتاعنا بيتكلم عن القاره الافريقيه، يعني المنهج كله بيتكلم عن اي حاجه متعلقه بالقاره الافريقيه، الموقع بقى والمساحه وعدد الدول قد ايه والكشوف الجغرافيه اللي موجوده فيها ومظاهر السطح اللي هي الجبال والهضاب والانهار والسهول الساحليه والسهول الفيضيه والاقاليم المناخيه. اي حاجه متعلقه بالقاره الافريقيه هندرسها السنه دي. خلاص كده؟ اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب؟ مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. فعايزك تجمد كده وتكون بطل وتبدا معايا بدايه ايه؟ بدايه جد. طيب بص يا حبيب قلبي، هنا اول حاجه لو انا اتكلمت مثلا عن مصر، هي مصر موجوده في قارات ايه؟ قارات عالم قديم ولا قارات عالم جديد؟ طيب اول حاجه لازم نعرف يعني ايه كلمه قارات عالم القديم ويعني ايه كلمه قارات العالم الحديث او الجديد. اول حاجه لما اجي اسالك سؤال وقلت لك ان قارات العالم كام قاره، هتقول لي ايه؟ جدع، هتقول لي عندي كام قاره؟ تقول لي 7 قارات. دي اول حاجه، في منهم 3 عالم قديم وعندي 4 عالم ايه؟ عالم جديد. طب تعال نشوف كده واحده واحده وبالراحه. اول حاجه قال لك ان عندي قارات العالم القديم، عندي اسيا وافريقيا وايه؟ واوروبا، وعارف طبعا انك شاطر وعارفهم. اما قارات العالم الحديث او الجديد عندي ايه؟ عندي 4، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه وقاره مين؟ استراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه اللي هي اسمها انتاركتيكا. تاني، اذا عندنا قارات عالم قديم و4 عالم جديد. لما اقول لك افريقيا قديم ولا جديد؟ قديم. اوروبا قديم. اسيا قديم. امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، القاره القطبيه الجنوبيه، تقول لي جديد. ده بالنسبه لقارات الايه؟ لقارات العالم. طب عايزك تشتغل معايا كده، عشان انت لو ما اشتغلتش هتلاقيني طالع لك من التليفون وبديك على قفاك، فخلي بالك يعني. خلاص انا واخد بالي منك كويس. طيب هنا بنيجي نتكلم عن قاره افريقيا، قال لك ان قاره افريقيا اول حاجه تعتبر من قارات العالم القديم ولا الجديد؟ قال لك لا، من قارات العالم القديم. اذا لما اجي اتكلم عن قاره افريقيا تقول لي احدى قارات العالم الايه؟ احدى قارات العالم القديم. دي اول حاجه. طب احنا بننتمي لقاره مين؟ تقول لي بننتمي لقاره افريقيا. طب احنا مصر جزء من ايه؟ من القاره الافريقيه، يعني قارات العالم القديم. ما نيجي نتكلم بعد كده عن حاجه اسمها مساحه القاره ايه؟ مساحه القاره. بص يا حبيب قلبي ركز معايا. لما نيجي نتكلم عن قارات العالم كلها، قال لك ان اكبر قاره على مستوى العالم هي قاره اسيا. دي اول حاجه. طيب رقم 2 قال لك القاره الافريقيه، بعد كده امريكا الشماليه، امريكا الايه؟ امريكا الجنوبيه. طيب بعد كده قال لك عندي حاجه اسمها القاره القطبيه الجنوبيه، بعد كده قاره مين؟ اوروبا، بعد كده قاره استراليا. هو الكلام ده كله عليا يعني ولا ايه؟ لا يا باشا، انت عليك بس تعرف ان قاره افريقيا تحتل المرتبه الثانيه بعد قاره مين؟ بعد قاره اسيا. يعني اسيا اكبر لقارات العالم؟ طب مين اللي بعدها على طول؟ تقول لي قاره افريقيا. تاني بص يا حبيبي، دي الخريطه بتاعتنا اهي اللذيذه اهي. قال لك ان رقم 1 دي قارات العالم. طب عندي كام قاره في العالم؟ زي ما قلت عندي 7 قارات. تقول لي عندي 3 عالم قديم اللي هي اسيا واوروبا وايه؟ وافريقيا. طب قارات العالم الجديد، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، ايه تاني؟ عندي القاره القطبيه الجنوبيه تحت في المنطقه دي، وعندي قاره مين؟ استراليا. تاني وبالراحه. يبقى اذا لما اجي اتكلم عن القاره بتاعتنا، قاره افريقيا وقاره اسيا وقاره اوروبا، الثلاثه دول على بعضهم قارات العالم القديم. لكن لما اجي اتكلم عن امريكا الايه؟ قول معايا، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، جدع، والقاره القطبيه الجنوبيه واستراليا، تقول لي قارات العالم الحديث او الجديد. زي الفل. ده بالنسبه لقارات العالم. قاره افريقيا بقى قال لك تحتل المرتبه رقم كام من حيث المساحه؟ قال لك المرتبه الثانيه بعد قاره مين؟ بعد قاره اسيا. طب مساحتها قد ايه يعني كده؟ قال لك ما يقرب من 30 مليون و4 كيلومتر مربع. 30 مليون. ده بالنسبه لمساحه القاره الايه؟ الافريقيه. طيب ده اول حاجه. يبقى انا اتكلمت عن المساحه وعرفت ايه الفرق بين قارات العالم القديم وقارات العالم الايه؟ الحديث. ايوه كده. طيب اول حاجه بقى هنا بنتكلم عن حاجه مهمه جدا 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 وخدتها قبل كده كتير. عندي حاجه اسمها الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. طب انا شايف واحد عارف يعني ايه كلمه موقع جغرافي. انت كده شاطر وزي الفل. الموقع الجغرافي يعني ايه؟ جدع. هتقول لي الموقع بالنسبه للاماكن الاخرى، سواء كان بحار او محيطات او قارات او دول ايه؟ او دول مجاوره. دي الموقع الجغرافي. او ممكن تقول لي بالنسبه للاماكن المجاوره. يعني ايه بالنسبه للاماكن المجاوره؟ يعني ابدا اشوف القاره في الشرق عندي محيط ولا بحر، في الغرب، في الشمال، في الجنوب. دي بيطلق عليها الموقع الايه؟ الموقع الجغرافي. يبقى اذا الموقع الجغرافي لو قال لك هنا ما المقصود بالموقع الجغرافي،
حلو، او اكتب ما تشير اليه العبارات. هتقول لي هو موقع المكان بالنسبه للاماكن الاخرى من بحار ومحيطات وقارات ودول ايه مجاوره. يبقى ده كله بيطلق عليه الموقع الايه الموقع الجغرافي. طيب تعال نشوف الكلام ده بقى. بص يا حبيب قلبي، دي عندنا القاره الايه القاره الافريقيه. لو بصيت كده على القاره الافريقيه عندي كام اتجاه؟ ها مين يقول معايا عندي كام اتجاه؟ شايف حد بيتكلم اهو. عندي كام اتجاه هنا؟ هنا قاره افريقيا. الموقع الجغرافي بجيبه ازاي؟ الموقع الجغرافي متعودين عندي حاجه اسمها ورده الايه البوصله او ورده الاتجاهات. طب عندي كام اتجاه رئيسي؟ عندي 4. بنيجي على نص المكان اللي هجيب فيه الموقع الجغرافي واعمل كده. خلاص كده. طيب بعد كده نعمل ايه؟ نعمل كده. عندي فوق شمال. طب تحت؟ ايوه كده شاطر. جنوب. طب هنا على ايدك اليمين تقول لي شرق. طب على ايدك الايه الشمال هتقول لي ايه؟ هتقول لي غرب. تعالى بقى نستخرج بقى الموقع الجغرافي. لو قلت لك شمالا هنا عندي البحر الايه؟ جدع. ايوه كده عندي البحر المتوسط ده رقم 1. طب رقم 2 لما اجي اتكلم على ايدك الايه؟ على ايدك اليمين هنا عندي شرق، يبقى اذا عندي البحر الايه؟ البحر الاحمر جدع، وعندي المحيط الهندي. يبقى اذا من جهه الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي. طب جهه الغرب تقول لي عندي المحيط الايه؟ المحيط الاطلنطي. تاني يبقى اذا غرب محيط اطلنطي، شرق هندي وبحر ايه؟ والبحر الاحمر. طب شمالا تقول لي البحر الايه؟ البحر المتوسط. حلو الكلام. ده بيطلق عليه الموقع الايه؟ الموقع الجغرافي. طب لو لاحظت هنا عندي البحر الايه؟ البحر الاحمر، صح كده؟ قال لك بيفصل قاره افريقيا عن قاره مين؟ عن قاره اسيا. زي الفل. طب مين بقى الشاطر اللي هيقول لي انهي اللي بيفصل قاره افريقيا عن قاره اوروبا؟ ها قاره اوروبا فين فوق؟ هتقول لي طبعا البحر الايه؟ البحر المتوسط. يبقى اذا لما اجي اتكلم عن اهم المواقع الجغرافيه لقاره افريقيا، فوق بحر متوسط هنا على ايدك اليمين بحر احمر زائد محيط هندي، ايدك الثانيه المحيط الايه؟ الاطلنطي. طيب تعال نشوف الكلام ده. طب يعني محيط من دول اللي بيفصل قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه عن قاره افريقيا؟ هتقول لي المحيط الايه؟ المحيط الاطلنطي، لان طبعا ايه؟ جهه الغرب. وهذا المحيط بيفصل ما بين قاره ايه؟ قاره افريقيا وقاره امريكا الشماليه وامريكا الايه؟ الجنوبيه. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده مكتوب ازاي. بص يا حبيب قلبي، اهو اول حاجه بنيجي نتكلم عن الموقع الجغرافي قال لك ان رقم 1 بتقع وسط قارات العالم وتطل على مسطحات مائيه مهم. طب تعالى نشوف الكلام ده. قال لك رقم 1 شمالا عندي البحر الايه؟ جدع البحر المتوسط. بيفصلها عن ايه؟ يفصلها عن قاره اوروبا، لسه قايلين حال. طيب شرقا على ايدك اليمين هتقول لي عندي البحر الاحمر زائد المحيط الهندي، ويفصلها عن قاره مين؟ عن قاره اسيا. ايوه كده، ايه الحلاوه دي؟ طيب بعد كده غربا قال لك عندي المحيط الايه؟ المحيط الاطلنطي. طب لسه قايل حالا ان المحيط الاطلنطي بيفصل القاره الافريقيه عن ايه؟ هتقول لي بيفصلها عن قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، اللي هم اصلا قارات عالم الايه؟ قارات العالم الحديث. ايوه كده زي الفل. ده بالنسبه للموقع الجغرافي. في اي مشاكل؟ مفيش اي مشاكل والدنيا سهله وبسيطه. طيب تعالى بقى نتكلم عن حاجه اسمها الموقع الفلكي. الموقع الفلكي. الموقع الفلكي يعني ايه يا شباب؟ الموقع الفلكي اتكلمت عليه وقلت هو الموقع بالنسبه لدول العرض خطوط الايه؟ الطول. بس قبل ما نتكلم عن الموقع الفلكي هنعرف الاول قاره افريقيا بتقترب من قاره اوروبا عند ايه؟ ومن قاره اسيا عند ايه؟ انت اللي هتقول لي. بص هنا كده في المنطقه دي، هنا دي قاره مين؟ هنا قاره اسيا في المنطقه دي. طب هنا مين الشاطر اللي هيقول لي هنا عند مضيق ايه؟ يلا مين؟ جدع. هنا بالظبط كده عند مضيق باب المندب. هنا باب الايه؟ باب المندب. طب فوق عند مضيق جبل ايه؟ جبل طارق. يبقى اذا هنا باب المندب لكن فوق جبل طارق. طب قال لك ان باب المندب من خلاله بيتم ان القاره الافريقيه بتقرب من القاره الاسيويه. يبقى اذا اسيا بتقترب من قاره افريقيا عند مضيق باب المندب. طيب تقترب القاره الافريقيه من القاره الاوروبيه عند مضيق جبل ايه؟ جبل طارق. عرفت ايه الفرق بين الاثنين؟ يبقى اذا لو قال لك جبل طارق تقول لي بيقرب اوروبا من قاره مين؟ من قاره افريقيا. لكن لو قال لك باب المندب هتقول لي بيقرب القاره الاسيويه من قاره مين؟ من قاره افريقيا. لازم تعرف الكلام ده لان مهم جدا جدا جدا. طيب بعد كده وخلي بالك في المنطقه دي عندي شبه جزيره سيناء. في المنطقه دي اي حضارات اي ثقافات بتنتقل من القاره الاسيويه عن طريق شبه جزيره سيناء ثم بعد ذلك ايه؟ بتجيلنا هنا. وخلي بالك ان معظم الحملات، يعني ايه معظم الحملات او الاخطار، كان بتيجي من جهه ايه؟ من جهه شبه جزيره سيناء. فلازم نحافظ على الامن بتاعها.
طيب انا مش فاهم، واحد بيقول لي انا مش فاهم، تعالى ناخد الكلام ده واحده واحده كده وبالراحه. بص يا حبيب قلبي، يبقى انا لما اجي اتكلم اول حاجه قلت لك ان القاره الافريقيه بتقرب من القاره الاوروبيه عند مضيق ايه؟ تقول لي عند مضيق جبل طارق. يبقى اذا تقترب القاره الافريقيه من قاره اوروبا عند مضيق جبل ايه؟ جبل طارق. اما القاره الاسيويه عند مضيق باب المندب. زي الفل. طب هنا قال لك بتتصل افريقيا باسيا عن طريق شبه جزيره ايه؟ شبه جزيره سيناء. فبالتالي قال لك جزء مهم جدا او غالي بالنسبه لايه؟ بالنسبه لنا، وقال لك بيقع فين؟ في الشمال الشرقي من قاره مين؟ من قاره افريقيا. يعني شبه جزيره سيناء بالنسبه لنا بتقع بالنسبه لقاره افريقيا كلها في جهه الشمال الشرقي. ده بالنسبه لشبه جزيره ايه؟ شبه جزيره سيناء. يبقى اذا لو اقول لك صح ولا غلط؟ تقع شبه جزيره سيناء في جنوب شرق قاره افريقيا. غلط يا معلم، تقع فين؟ في شمال الشرق. زي الفل. طيب بعد كده بقى بنتكلم عن حاجه اسمها الاهميه الحضاريه لشبه جزيره سيناء. بص يا حبيب قلبي، هنا يبقى يا رقم واحد تقول لي كده اهو موجوده في شمال صلى على سيدنا محمد كده، شمال شرق قاره مين؟ شمال شرق قاره افريقيا. طب اهميتها الحضاريه، اول حاجه قال لك ان معظم الثقافات والحضارات تم انتقالها الى القاره الافريقيه من القاره الاسيويه عن طريق شبه جزيره سيناء، لان في المنطقه دي قاره اسيا. خلي بالك. حلو. يعني الاسلام اول ما دخل عن طريق شبه جزيره ايه؟ دخل عن طريق شبه جزيره سيناء. اذا رقم واحد تقول لي سبب في انتقال بعض الثقافات والحضارات عن طريقها من قاره مين؟ من قاره اسيا الى قاره مين؟ الى قاره افريقيا. مثل الحضاره الحضاره الاسلاميه. وخليك فاكر ان الحضاره الاسلاميه دخلت على يد مين؟ القائد مين؟ سيدنا عمرو بن العاص. ايوه كده. طيب فعاد الخليفه مين؟ عمر بن الخطاب. ايه الحلاوه دي؟ اذا لها اهميه حضاريه. هتقول لي ليه؟ لان الثقافات جت من القاره الاسيويه الى القاره الافريقيه. ده اول حاجه. اذا لو قال لك بما تفسر الاهميه الحضاريه لقاره افريقيا، هقول الايه؟ السطرين دول. في اي مشاكل اعيدها تاني؟ طيب في حد بيقول لي عيد، وعشان خاطرك هعيد. يبقى اذا اول حاجه لما اجي اتكلم على الاهميه الحضاريه هتقول لي من خلال شبه جزيره سيناء تم انتقال بعض الحضارات من القاره الاسيويه او الثقافات عن طريق شبه جزيره سيناء الى قاره مين؟ الى قاره افريقيا. زي الحضاره زي الحضاره الاسلاميه. ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، قال لك ان معظم الحملات العسكريه اللي كانت بتجيلنا عشان تحتلنا كانت بتيجي عن طريق شبه جزيره شبه جزيره سيناء. يبقى اذا معظم الحملات العسكريه كانت بتيجي عن طريق شبه جزيره سيناء. فانا المفروض احافظ على الامن بتاعها ولا لا؟ لازم طبعا احافظ على الامن بتاعها، لان لو ما حافظتش على الامن بتاعها ده هيضر بالامن القومي لنا كلنا. يبقى اذا تقول لي بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكريه من خلالها، وذلك فان الحفاظ على امن شبه جزيره سيناء ضروره. ليه؟ هتقول لي للحفاظ على الامن القومي المصري والافريقي. يبقى اذا لا دي بيطلق عليها الاهميه الاستراتيجيه لشبه جزيره سيناء. اذا لو قال لك الاهميه الاستراتيجيه هتقول ان شبه جزيره سيناء تم تعرضها للعديد من الحملات العسكريه. ليه؟ لانهم جايين عشان يحتلونا. فانا بالتالي لازم احافظ على شبه جزيره سيناء. ازاي؟ يعني مثلا لو فيها ارهاب ابدا اطهر المنطقه دي من الارهاب، ابدا انمي فيها، اعمل تنميه اجتماعيه، تنميه اقتصاديه، عشان كل ما يكون فيها سيطره، اي الدوله مسيطره عليها اكتر، كل ما يكون فيها امن اكتر. ولو كل ما يكون فيها امن اكتر يبقى اذا بحافظ على الامن الامن القومي المصري والافريقي. ده بالنسبه للاهميه الاهميه الاستراتيجيه للقاره الافريقيه. اقولها تاني، الدنيا سهله وبسيطه مفيش اي مشاكل، بس اهم حاجه وانا بشرح حاول تتفاعل معايا. يعني ايه كلمه تتفاعل معايا؟ يعني لما اجي اسالك مثلا ترد عليا، علشان انت لو ما ردتش عليا هتلاقيني بديك على قفاك. خلي بالك يعني. طيب بعد كده بنتكلم بقى عن حاجه اسمها الموقع الفلكي. الموقع الفلكي يا شباب، عارف انك شاطر وعارف يعني ايه كلمه موقع فلكي. هتقول لي الموقع بالنسبه لايه؟ ايوه كده، الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى اذا القاره الافريقيه قال لك الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. قال لك قاره افريقيا بتمتد من 34.5 جنوبا حتى 37.5 شمالا. طيب علمني كده على كلمه جنوبا وعلى كلمه شمالا. وتمتد من خطي طول من 17 غربا حتى 51 شرقا. برضو علمنا على كلمه شرقا وكلمه غربا. يعني ايه كلمه جنوبا يا شباب؟ يعني ايه كلمه شمالا؟ يعني ايه كلمه غرب؟ ويعني ايه كلمه شرق؟ طيب سامع واحد بيقول انا مش فاهم. بص يا حبيب قلبي، دي الخريطه بتاعتنا اهي. ما نيجي نتكلم عن الموقع الفلكي عموما، هو قال لك هو الموقع بالنسبه لدوائر العرض
وبالنسبه لخطوط الايه؟ خطوط الطول. طب نركز مع بعض. هنا لو قال لك بتمتد من كام؟ قال لك من 34 و30 جنوبا حتى كام؟ 37 و30 ايه؟ شمالا. اذا وقع في الجنوب ووقع فين؟ في الشمال. يعني ايه وقع في الجنوب ووقع في الشمال؟ هنا عندي حاجه اسمها خط الايه؟ خط الاستواء. خط الاستواء درجته بكام؟ قال لك درجته بصفر، يعني بيقسم الكره الارضيه الى حاجتين اتنين، شمال فوق هنا شمال، حلو، وتحت هنا عندي ايه؟ وتحت عندي جنوب. يعني اذا الخط ده بيفصل الكره الارضيه او بيقسمها اتنين، شمال فوق وتحت ايه؟ وتحت جنوب. قال لك القاره الافريقيه بقى في حته واقعه في الجنوب والحته التانيه واقعه فين؟ في الشمال. بس انت لو لاحظت كده وركزت قال لك ان قاره افريقيا تلتين المساحه بتاعتها واقعه فوق، يعني شمال دائره الاستواء، لكن التلت الباقي واقع في الجنوب دائره الايه؟ الاستواء. عرفت يعني ايه كلمه جنوبا وشمالا؟ يبقى اذا كلمه جنوبا وشمالا ده بناء على الموقع بالنسبه لدوائر العرض، هي واقعه فين؟ في شمال دائره الاستواء ولا جنوب خط الايه؟ خط الاستواء. يبقى اذا تقول تلتين واقعين فوق، تلتين المساحه بتاعتها واقعين فوق، اما التلت التاني واقع فين؟ في الجنوب. طيب ده بالنسبه لدوائر العرض. تعالى بقى نتكلم عن الموقع بالنسبه لخطوط الايه؟ خطوط الطول. قال لك هنا 17 غرب، طب هنا قال لك 51 شرقا، يعني برضو عندي في الشرق وعندي في الغرب. طب انا عرفت ان الاستواء بيقسمها لشمال وجنوب، مين الشاطر بقى اللي هيقول لي بعرفها في الشرق ولا في الغرب ازاي؟ جدع، ايوه كده، عن طريق خط يطلق عليه خط مين؟ خط جرينتش. خط جرينتش بيقسم الكره الارضيه الى شرق وايه؟ الى شرق وغرب. فعندي 51 خط طول واقعين فين؟ في الشرق، وعندي 17 خط طول واقعين فين؟ في الغرب. يبقى اذا المساحه الكبيره برضو واقعه فين؟ في الشرق. خلاص، يبقى اذا المساحه الكبيره وقع في شرق خط ايه؟ شرق خط جرينتش. ده بالنسبه للقاره الايه؟ القاره الافريقيه. طيب قبل ما ما نخش على اللي بعده، لازم تعرف بقى دوائر العرض الرئيسيه اللي بتمر بالقاره الافريقيه. بص يا حبيب قلبي، دوائر العرض الرئيسيه انا عندي كام دائره عرض رئيسيه؟ عندي حاجه اسمها دائره الاستواء، عندي مدار السرطان، عندي مدار الجد، الدائره القطبيه الشماليه والدائره القطبيه الجنوبيه والقطب الشمالي والقطب الايه؟ الجنوبي. طب انا عايز اعرف بقى منهم اللي بيعدي عندي في القاره الايه؟ القاره الافريقيه. بص يا حبيب قلبي ركز معايا. هنا عندي دائره اسمها دائره الايه؟ الاستواء، دي اول حاجه. خلي بالك ان 70% من الطلاب بيتلخبطوا في الموقع بالنسبه لدوائر العرض، او مش بيعرفوا يخرجوا دوائر العرض الرئيسيه اللي موجوده في قاره مين؟ اللي موجوده في قاره افريقيا. اذا رقم واحد هنا عندي خط الايه؟ خط الاستواء. طيب تحت شويه عندي مدار يطلق عليه مدار الجدي، مدار الايه؟ الجدي. طب فوق بقى قال لك مدار الايه؟ مدار السرطان، مش السلطان، عشان انا عارفك. اذا مدار السرطان ده فين؟ في شمال دائره الاستواء، تحت الجدي. هنا خط الايه؟ خط الاستواء. وهنا عندي خط يطلق عليه خط ايه؟ هنا في المنطقه دي خط جرينتش. خط جرينتش بيتقاطع مع دائره الاستواء، اكتب عندك في خليج اسمه خليج غينيا. يبقى اذا في المنطقه دي خليج ايه؟ خليج غينيا. يا مستر المنهج كبير يا عم، والله المنهج كبير بس سهل والله، حاول تفهم بس ايه بقدر الامكان. تاني بالراحه. هنا تحت هنا عندي مدار الجدي، فوق شويه خط الاستواء، فوق شويه مدار الايه؟ مدار السرطان. هنا عندي خط ايه؟ خط جرينتش. يبقى اذا القاره الافريقيه تشترك في شمال الكره الارضيه وجنوبها وشرقها وغربها، يعني موجوده في جميع الاتجاهات، بس النسبه الكبيره موجوده هنا في جهه الشمال الشرقي، الشمال الشرقي من الكره الايه؟ من الكره الارضيه. ده بالنسبه للموقع الفلكي لقاره مين؟ لقاره افريقيا. طيب تعالى نكمل بقى الموقع الفلكي. بص يا حبيب قلبي، يبقى اذا هنا لما اجي اتكلم عن الموقع الفلكي عرفت دوائر العرض. قال لك بيمتد عندي 70 دائره عرض، خلاص كده، وعندي 68 خط ايه؟ خط طول. طبعا لما يكون عكس الاتجاه بنجمعهم على بعض، ده زائد ده بيجيب لي عدد دوائر العرض اللي بتمر بالقاره الافريقيه. طب كام خط طول بعرفه ازاي؟ برضه لو عكس الاتجاه يعني شرق وغرب بنجمع الرقمين على بعض. قال لك ما يقرب من 68 خط ايه؟ خط طول. طيب تعالى بقى نشوف الدوائر العرض الرئيسيه لسه قايلها حالا. خلاص خلي بالك قلت لك ان خط جرينتش بيمر بالقاره الافريقيه في الشرق ولا في الغرب؟ قلت لك طبعا فين؟ في الغرب القاره. قال لك عندي كام دائره عرض رئيسيه؟ قال لك مدار السرطان اول حاجه فوق في الشمال، رقم 2 دائره الاستواء، بعد كده مدار الجدي فين؟ في الجنوب. بالنسبه لدوائر العرض الرئيسيه اللي بتمر بالقاره مين؟ بقاره افريقيا. طيب بعد كده بيقول لك وبذلك تمتد قاره افريقيا فين بقى؟ لسه قايلها حالا، في نصفي الكره الايه؟ الشمالي والجنوبي. طب المساحه قد ايه؟ قلت لك فوق قد ايه؟ تلت ولا تلتين؟ لا تقول لي فوق تلتين، يبقى اذا ثلثي مساحتها في نصف الكره الايه؟ الشمالي. طب التلت الباقي فين؟ قال لك في الجنوب. طيب معظمها في الشرق ولا في الغرب؟ لا قلت لك معظمها موجود فين؟ في الشرق. الدنيا سهله وبسيطه ومفيش اي مشاكل. يبقى اذا لما اجي اتكلم عن القاره الافريقيه اهو تاني عشان الناس اللي مش فاهمه ركز معايا. ولما كنتش عملت متابعه للقناه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه علشان باذن الله هبدا انزل لك المنهج كله.
ولو في اي حاجه مش واضحه اكتب لي في الكومنتات، انا معاك في اي وقت. بص يا حبيب قلبي ركز معايا، دي القاره الافريقيه. لما اجي اتكلم عن القاره الافريقيه قلت لك ان هنا في المنطقه دي عندي دائره الايه الاستواء، تحت هنا مدار الجدي، طيب فوق هنا مدار الايه مدار السرطان. طيب في المنطقه دي رحت فين؟ تعالي تاني. ايه ده بقى اللي حصل ده؟ في المنطقه دي عندي خط ايه؟ عندي خط جرينتش صح؟ اذا دائره الاستواء مع خط جرينتش الاثنين بيتقاطعوا في منطقه اسمها منطقه خليج ايه؟ خليج غينيا. في اي مشاكل؟ مفيش اي مشاكل. طيب بعد كده ده بالنسبه للموقع الفلكي والموقع الجغرافي. في اي مشاكل؟ والله ما في اي مشكله. لما نيجي نتكلم بعد كده بقى اهميه موقع قاره مين؟ اهميه موقع قاره افريقيا. قال لك ان رقم واحد عندي حاجه اسمها الاهميه الايه؟ الاستراتيجيه، بعد كده الاهميه الايه؟ الاقتصاديه، بعد كده عندي حاجه اسمها الاهميه الايه؟ الحضاريه. طيب لما نيجي نتكلم على الاهميه الاستراتيجيه يا شباب ركزوا معايا بالله عليكم لانها مهمه جدا جدا جدا. قال لك ان قاره افريقيا فيها ممرات مائيه مهمه. يعني ايه ممرات مائيه مهمه؟ يعني الممرات دي يا شباب بيكون لها اهميه سواء وقت الحرب او وقت السلم، يعني في كل الاوقات بيكون لها اهميه. طب الممر ده يعني كلمه ممر، كلمه ممر يعني بيتحكم او بيربط ما بين مسطحين مائيين. يعني مثلا لما اجي اتكلم عن مضيق جبل طارق بيربط البحر المتوسط بالمحيط الايه؟ بالمحيط الاطلنطي. مضيق باب المندب قال لك بيربط البحر الاحمر كده اهوت بالمحيط الايه؟ بالمحيط الهندي. ويصل ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط قناه اسمها قناه الايه؟ قناه السويس. تاني بالراحه. يبقى اذا عندي حاجه اسمها الاهميه الايه؟ الاستراتيجيه. هتقول لي ليه؟ هتقول لي لان بحكم موقعها الجغرافي بتشرف على ممرات مائيه مهمه ولا مش مهمه؟ جدع مهمه طبعا. تقول لي زي ايه؟ 3 حاجات: مضيق جبل طارق وباب المندب وقناه الايه؟ قناه السويس. ولازم أن تعرف مكانهم فين على الخريطه. يعني مثلا هنا لو قلت لك الخريطه هنا في المنطقه دي اهي، ركز معايا نرسمها على طول كده عشان الوقت. صلوا على سيدنا محمد كده عشان نفهم باذن الله. بص يا حبيب قلبي، هنا في المنطقه ديت عندي البحر الايه؟ المنطقه دي عندي البحر الاحمر. حلو. هنا عندي قناه الايه؟ هنا قناه السويس، ده اول حاجه. طيب هنا عندي مضيق باب المندب. في المنطقه دي اللي فوق ديت عندي مضيق جبل ايه؟ جبل طارق. يبقى اذا ديت يطلق عليها الاهميه الايه؟ الاهميه الاستراتيجيه. ايوه كده. ده بالنسبه لاول حاجه. طيب بعد كده قال لك الاهميه الاقتصاديه. قال لك الاهميه الاقتصاديه لما نيجي نتكلم عن الاهميه دي قال لك بنتكلم عن حاجتين اتنين: الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. الموقع الجغرافي والموقع الايه؟ الفلكي. الله صحيح لو قلت لك يعني ايه كلمه موقع فلكي فاكر ولا نسيت؟ لا افتكر يا بابا. قول معايا. يبقى الموقع بالنسبه لدوائر الايه؟ العرض وخطوط الطول. ايوه ايه الحلاوه دي؟ لما نيجي نتكلم بقى عن الموقع الايه؟ الموقع الجغرافي بالنسبه للاهميه الاقتصاديه قال لك ان رقم واحد اتحكمت في طرق الملاحه الايه؟ طرق الملاحه العالميه. يعني كل ما يكون في ممرات مهمه والموقع كل ما يكون متوسط تتحكم في الملاحه العالميه او التجاره العالميه. يعني اي دوله علشان تروح اي مكان تاني معظم من الدول لازم تعدي من القاره الايه؟ الافريقيه. فده يطلق عليها اهميه الموقع الايه؟ الجغرافي. طب رقم 2 الموقع الفلكي مهم جدا جدا جدا، وقاعده ثابته عندك في اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي. لازم تعرف كل ما يكون في موقع فلكي كبير امتداد عرض كبير ده بيؤدي الى تنوع المناخ، وكل ما يكون في عندي مناخ متنوع ده بيؤدي الى تنوع النبات الطبيعي والحيوانات والمحاصيل الايه؟ الزراعيه. تاني وبالراحه. بص يا حبيب قلبي ركز معايا كده بالراحه. هنا بنتكلم عن حاجه اسمها الموقع الايه؟ الموقع الفلكي. ركز معايا لان السؤال ده مهم جدا 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 وبيتكرر في اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي. هنا بيقول لك الموقع الفلكي. ايه اهميه الموقع الفلكي بالنسبه للاهميه الايه؟ الاقتصاديه. لما نيجي نتكلم عن الموقع الفلكي لسه قايل حالا قلت لك هو الموقع بالنسبه لايه؟ هتقول لي الموقع بالنسبه لحاجتين اتنين. دوائر الايه؟ جدع دوائر العرض زائد خطوط، ايوه كده، خطوط الطول. لما نيجي نتكلم عن الموقع الفلكي يا شباب قال لك الكره الارضيه مقسمه الى كده. ركز معايا. عندي حاجه اسمها دوائر العرض الايه؟ الرئيسيه. دوائر العرض ده عندي ايه؟ خط الاستواء صح؟ وخدت قبل كده قاعده كده: كلما اقتربت من خط الاستواء درجه الحراره بتزيد. طب كلما ايه؟ ابتعدت عن دائره الاستواء درجه الحراره بتقل. مش ده اللي احنا خدناه؟ ده اللي احنا خدناه. طب ايه معنى الكلام؟ معنى الكلام هفترض ان هنا في المنطقه دي عندي القاره الافريقيه، امتداد القاره الايه؟ امتداد القاره الافريقيه. ركز معايا في المنطقه دي كده. حلو. دي امتداد القاره الافريقيه.
فقرر القاره الافريقيه بيعدي بقى كام دائره عرض؟ قال لك ما يقرب من 70 دائره عرض. قال لك 70 دائره عرض ده كل دائره عرض معينه بيكون فيها مناخ معين، فده بيؤدي الى تنوع الايه؟ يبقى اذا تعدد او اتساع النطاق الفلكي او العرضي خاصه، يعني دول العرض دي اصلا مسؤوله عن المناخ، يبقى دي مسؤوله عن الايه؟ عن المناخ. اذا كل ما تزيد كل ما يكون في عندي مناخ متنوع. اذا كل ما يكون عندي مناخ متنوع ده بيؤدي الى ايه؟ من الشاطر اللي هيقول لي ها؟ المناخ المتنوع ده بيؤدي الى ايه؟ ايوه كده سامعك، تقول لي الى تنوع النبات الطبيعي. طيب ايه تاني؟ تنوع الحيوانات. طب ايه تاني؟ قال لك تنوع المحاصيل الايه؟ الزراعيه. ده بالنسبه لاهميه الايه؟ الاهميه الاقتصاديه بالنسبه للموقع الفلكي. ده بالنسبه للاهميه الايه؟ الاهميه الاقتصاديه. اذا تقول لي رقم واحد كده اهوت الموقع الجغرافي ادى الى تحكمها في ايه؟ في اهم الايه؟ طرق الملاحه العالميه. رقم 2 الموقع الفلكي هتقول لي ايه؟ ادى الى تنوع المناخ بها وبالتالي تنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الايه؟ الزراعيه. زي الفل يا باشا. بعد كده الاهميه الايه؟ الاهميه الحضاريه. بص يا باشا، الأهمية الحضارية يعني ايه الأول؟ تقول لي كلمة حضارة هي مجموعة من الإنتاج الثقافي. يعني إيه كلمة إنتاج ثقافي؟ يعني عبارة عن عادات، عبارة عن تقاليد، عبارة عن فنون، عبارة عن علوم. ده الجانب المعنوي. يعني إيه جانب معنوي؟ يعني جانب كده بتلاقيه فيا الحضارة بتاعتي، عاداتي، تقاليدي، مجتمع شرقي لكن هناك مجتمع غربي. ما دي بيطلق عليها الحضارة. كلمة حضارة على سبيل المثال أنا دلوقتي لو جبت واحد مثلا من قارة أوروبا، واحد مثلا من عندنا، حلو؟ يعني واحد من العرب وواحد من قاره اوروبا، هل العادات دي نفس العادات دي؟ التقاليد دي نفس التقاليد دي؟ لا طبعا، هو مجتمع شرقي واحنا مجتمع ايه؟ غربي، فده بيطلق عليه حضاره. ده الجانب المعنوي، ده اول حاجه. يعني ايه جانب معنوي؟ يعني جانب ما ينفعش امسكه بايدي. والحضاره ايه تاني؟ قال لك الجانب المادي، زي بقى الانشاءات المختلفه. انشاءات يعني ايه؟ يعني مثلا زي لما اعمل قلعه، لما اعمل مباني، لما اعمل قصور. وده اللي بيميز مجتمعنا عن ايه؟ عن غيره. يعني لما اجي اتكلم عن الاهرامات دي حضاره، اتكلم عن ابو الهول ده حضاره. لما اجي اتكلم عن ادبك، احترامك، عاداتك، تقاليدك، دي برضو ايه؟ حضاره. يبقى اذا عندي حاجتين اتنين، انتاج ثقافي وانتاج الايه؟ انتاج المادي. يبقى اذا حضاره تقول لي مجموعه من الانتاج الثقافي ده اول حاجه، والانتاج المادي. الثقافي زي ايه؟ تقول لي زي عادات، تقاليد، فنون، علوم وقيم والايه؟ والقيم. والانتاج المادي تقول لي زي القلاع والمباني والقصور. وده اللي بيميز مجتمعنا عن ايه؟ عن غيره. ده بالنسبه لكلمه حضاره. قال لك ان هنا عندنا حضارات كتير في القاره الافريقيه. طب زي ايه يا مستر؟ يقول ان رقم واحد زي الحضاره المصريه القديمه كلنا عارفين. طيب ايه تاني؟ الحضاره الكوش موجوده فين؟ في السودان. ايه تاني؟ حضاره اكسوم دي موجوده فين؟ في اريتريا واثيوبيا. ايه تاني؟ حضاره قرطاج موجوده فين؟ في تونس. مهمه جدا جدا جدا، لازم تعرف لما اقول لك كوش تقول لي في السودان. الحضاره المصريه طبعا معروف. اكسوم موجوده فين؟ موجوده في اريتريا وايه؟ واثيوبيا. حضاره قرطاج موجوده فين؟ في تونس. ده طبعا بالنسبه لاهم الحضارات اللي موجوده في قاره مين؟ اللي موجوده في قاره افريقيا. هنا بيقول لك بالرغم من ان قاره افريقيا احدى قارات العالم القديم الا ان كثيرا من اجزائها قد تاخر فين؟ في استكشافها. وده طبعا اللي هنتكلم عليه الحصه الجايه. بنتكلم عن حاجه اسمها الكشوف الجغرافيه لقاره مين؟ لقاره افريقيا. فانت لما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه علشان اول ما انزل الفيديو على طول يجي لك. طبعا لو في اي حاجه صعبه او واقفه قدامك اكتب لي في الكومنتات وباذن الله هسهلها عليك. ربنا يوفقكم وينجحكم. قبل ما تقفل اوعى تنسى تصلي على سيدنا محمد. السلام عليكم.